كتير ناس بتخلط ما بين التسويق والمبيعات. شرحنا المره اللي فاتت التسويق، قلنا هو الراجل اللي بيجمل شكل البضاعه، اللي بيهتم بان احنا هنكلم الناس ازاي، مين الناس اللي احنا هنكلمها. فده واحد انت منتجك جاهز وهو بيحاول يحط عليه الاضاءه، هو بيحاول يحط عليه النور، هو بيحاول يجمله. فده الجزء بتاع التسويق. ده تفسير مخل، بس انا بوصل الصوره قدر المستطاع عشان يبقى كل الناس اللي بتتفرج علينا فاهمه احنا بنتكلم عن ايه. المبيعات ده بقى راجل ابو لسان حلو. انت تخش محل، تخش مكان، تبقى عايز تشتري حاجه، تلاقي البياع او البياع اللي واقفين، والله بس تعالى افرجك القمصان الجديده عامله ازاي، البنطلون الجميل ده عامل ازاي، عندي حاجه والله كانها متفصله على حضرتك النهارده، تعالي بس اتفرجي عليها النهارده. لازم تبقوا انتوا فاهمين ان البياع ده هو الحلقه اللي بتخلي المنتج بتاعك اللي انت اشتغلت عليه واللي الراجل المسوق اعلن عنه لحد ما يوصل لك الزبون لحد باب المحل. البياع بقى اللي واقف على الارض عند حضرتك ده ممكن يبقى الويتر لو هو اللي بينزل القهوه، فهو بيرشح لك. كم مره انت دخلت مطعم ولا دخلت كافيه كده والراجل تيجي تقول له طب من فضلك عايز قهوه، يقول لحضرتك مش عايز معاها مثلا رز بلبن، مش عايز معاها مثلا حاجه حلوه، حته كيك، حته جاتوه، حته مش عارف ايه. هو بيبيع، يعني هو شغلته ويتر او شغلته ان هو ينزل لك المنتج، بس هو في نفس الوقت بيحاول ان هو يرفع معاك الشيك، بيحاول ان هو يغلي الفاتوره اللي انت هتدفعها. فهو بيحاول يرشح لك حاجه من الحاجات اللي موجوده، سواء هي كانت عندهم بيست سيلينج او سواء كانت هي مبيعات. الجزء البيعي ان انت تبقى بتحط المنتج بتاعك بقيمه تسوى، ففي تسعيره لازم تبقى انت متاكد ان هو تسعير منافس. ما ينفعش انت يبقى كوبايه القهوه عند حضرتك بتبيعها مثلا ب 100 جنيه والمحلات اللي جنبك بتبيعها ب 50 جنيه وب 60 جنيه. فانت السيلز بيرسون لازم يبقى بيعمل، او الشخص اللي مسؤول عن البيع لازم يبقى متاكد ان السعر اللي بيتسعر بيه المنتج بتاع حضرتك يبقى مطابق لسعر السوق او قريب من سعر السوق. لو هيبقى اغلى من سعر السوق فانت لازم تبقى بتفسر، فلازم الراجل البياع بتاعك يبقى حافظ لما حد يقول له ليه يا عم هو انت بتبيع ده ليه ب 100 والناس كلها بتبيعه ب 70. لازم الراجل بتاعك السيلز اللي واقف يبقى فاهم ليه الفرق بتاع ال 30 جنيه، يقول له اه يا فندم والله اللي بيتباع ب 70 ده المواصفات بتاعته 1 2 3 4، بس احنا المنتج بتاعنا بيتباع ب 100 عشان احنا المواصفات بتاعتنا مختلفه شويه، فيها حاجات 1 2 3 4 افضل من المنتج التاني، وده حضرتك موجود وده حضرتك موجود. فالبياع ده حجر ارتكاز للبيزنس بتاعك. ممكن يبقى هو الويتر، ممكن يبقى الشخص اللي بيبيع لك الحاجه اللي موجوده في المحل، ممكن يبقى اكتر من شخص موجودين. يعني الويتر بيبقى بينزل الطلبات، بس يبقى عندك مثلا زي فريق انيميشن او يبقى عندك زي فريق بيعمل مزيكا او باند، ده شق بيعي. البياعين هو اللي يجي يقول لك والله مش عايزين نعمل روح للمكان، عشان لما نعمل روح للمكان فنعرف ان احنا نبيع اكتر، فالزبون لما يقعد عندنا يبقى مبسوط اكتر، ما يحبش ان هو يشرب قهوته ويقوم على طول، لا يبقى حابب ان هو يقعد. فبدل ما يجي يقعد لوحده يبقى يجيب مراته، يبقى يجيب عياله، يبقى يجيب صحابه. احنا الشق البيعي ده شق فيه استفاضات كتيره قوي نقدر ان احنا نتكلم فيها. فاياك وانت بتفكر في نوع البن، اياك وانت بتفكر في نوع المكان او المحل بتاعك اللي انت هتفتحه او الكافيه بتاعك اللي انت هتفتحه، تبقى تفكر في كل ده وتنسى ان مين لسانه حلو، مين اللي هيبقى بيتكلم مع الجمهور، مين المدير الشاطر اللي هيبقى واقف جوه ويبقى بيتعامل مع الناس، بيرشح لهم الحاجات الزياده ويبقى متاكد ان هم مبسوطين في قعدتهم في المكان، وبيبقى متاكد ان هم الشيك بتاعهم النهارده بكره يبقى الشيك بتاعهم اغلى، بعده يبقى الشيك بتاعهم اغلى. يبقى الناس بتيجي مخصوص للمكان وعارفه ان الراجل اللي جوه ده لسانه حلو وبيبيع لهم حاجه بيحبوها، وفي نفس الوقت هو بيعلي من الدخل بتاع المكان. احنا اتكلمنا برضو يعني شرح مخل شويه عن الجزئيه بتاعت السيلز، بس انا عايز ابقى متاكد ان كلنا بنوصل لنا الرساله. طبعا هيبقى بعد كده زي ما انا وعدتكم ان شاء الله، ان شاء الله هيكون معانا ناس كتير قوي شغاله في البيزنس الصغير والبيزنس المتوسط، وبيواجهوا مشاكل سواء مع التسويق، سواء مع المبيعات، سواء مع تطوير الاعمال، او سواء مع التشغيل. وهنبقى بنطلع معاهم لايف هنا وبنحاول ان احنا نساعد ان هم يحسنوا البيزنس بتاعهم.